في سنة 1960 في مدينة صغيرة اسمها فينيكس تبع ولاية أريزونا في أمريكا. كانت عايشة هناك بنت اسمها ماريان كرين. حياتها عادية جدا، شغلها في مكتب عقارات، روتين يومي ممل، وحلمها الوحيد إنها تعيش مع حبيبها سام من غير قيود. لكن المشكلة إن سام غرقان في ديون ومش قادر يتجوزها. وفي يوم بيجي زبون غني المكتب ومعاه 40,000 دولار كاش عشان يشتري بيت. المدير يدي الفلوس لماريان عشان تحطها في حساب الشركة في البنك. وهنا بيجي القرار اللي هيغير حياتها كلها. بدل ما تروح البنك تاخد الفلوس وتهرب. مريم تركب عربيتها والفلوس جنبها، وقلبها مليان خوف وأمل في نفس الوقت. الطريق طويل والليل بيقرب، وكل ما تبص في المراية تحس إن في حد وراها. المطر ينزل والقلق يزيد، وهي مش عارفة هتوصل ولا لأ. بعد ساعات من القيادة تلمح لوحة صغيرة مضاءة، بيتس موتيل، مكان منعزل، 10 غرف فاضية، وصوت المطر بيخبط على الأسطح. يستقبلها شاب هادي وخجول اسمه نورمان باتس. ابتسامته بريئة، لكن في عينيه حاجة غريبة. بيحكي لها إن أمه عايشة معاه في البيت الكبير اللي فوق التل، وبيبان من كلامه إن علاقته بيها مش طبيعية خالص. نورمان يعزمها على عشاء بسيط في غرفة صغيرة مليانة طيور محنطة. الطيور واقفة كأنها بتراقبهم، والجو كله كآبة. الحوار بينهم يكشف إن ماريان عايزة تبدأ من جديد، ونورمان عايش أسير أمه اللي بتسيطر على كل تفاصيل حياته. بعد العشاء ماريان ترجع أوضتها، تقرر إنها تاخد شاور يمكن يخفف عنها التوتر، وتفكر إنها بكرة ممكن تصلح غلطتها وتلاقي طريق جديد. المية تنزل، البخار يملى المكان، والهدوء يخيم، لكن في عين بتراقبها من بعيد، وظل بيقرب من ورا الستارة. ماريان خرجت تدور على بداية جديدة، لكن هل الطريق هيوصلها للحب اللي بتحلم بيه، ولا المصير ما كانش في الحسبان؟ استنونا مع الملخص الكامل لفيلم الرعب النفسي الأشهر، تحفة المخرج العظيم ألفريد هيتشكوك، فيلم سايكو 1960. رحلة هتخليكم على أعصابكم من أول مشهد لآخر لحظة. على قناتكم فيلم تو كليك. سلام.